أخطر حاجة مش إن دخلك قليل، أخطر حاجة إن فلوسك ما عندهاش خطة. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العدو الخفي، وقلنا إن الإنفاق بدون وعي ممكن يضيع أي دخل مهما كان عالي. بس النهاردة بقى هنتكلم عن مرحلة أعمق شوية، مرحلة تخليك مش بس بتتحكم في فلوسك، لكن بتبني أمان مالي يخليك تنام وانت مطمن. في كتاب الأب الغني والأب الفقير اتقال جملة مهمة جدا: الأغنياء بيشتروا أصول والفقراء بيشتروا التزامات. الفرق مش في الشغل الأكتر، الفرق في إن الفلوس بتروح فين. لو كل اللي بتعمله إنك تشتغل عشان تدفع فواتير، انت في دايرة اسمها سباق الفيران. قبل ما تسأل ازاي ازود دخلي، اسأل: هل عندي صندوق امان يكفيني من 3 ل6 شهور؟ لو حصل ظرف، هل هقدر اعيش من غير ما استلف؟ الاستقرار مش رفاهية، ده الاساس اللي كل حاجة تانية بتتبني عليه. هديك طريقة بسيطة تبدأ بيها من بكرة. اعمل حساب مصاريف أساسية، وحساب استثمار وتطوير، وحساب للأمان ما تلمسوش إلا للضرورة. الموضوع مش محتاج مرتب ضخم، محتاج نظام ثابت. طب إيه الفرق بين زيادة الدخل وتحسين الوضع المالي؟ ببساطة شديدة، زيادة الدخل بيساوي رقم أكبر، تحسين الوضع المالي بيساوي سيطرة أكبر. ممكن حد يبقى دخله 10,000 جنيه بس عايش مطمن، وممكن حد دخله 80,000 جنيه بس مرعوب من أول أزمة. الأمان بيجي من الإدارة مش من الرقم. أول ما يبقى عندك أمان مالي بسيط، هيحصل لك حاجة غريبة: هتشتغل من اختيار مش من خوف، هتختار مشاريع أحسن، وهتقدر تقول لأ، ودي أول خطوة حقيقية للحرية. الدخل العالي بيدي قوة مؤقتة، لكن النظام المالي الصح بيدي قوة مستمرة. عايزاك تسأل نفسك النهاردة: لو دخلي وقف 3 شهور، هل حياتي هتقع؟ لو الإجابة يبقى أول استثمار محتاجه مش مشروع جديد، لكن أمان مالي. في الحلقة اللي جاية بقى هنتكلم عن أخطر عادة بتمنعك تبني ثروة حتى لو بتوفر. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.